انا بحذرك اوعي تشتري جهاز البخار ده، وانت حره بقى اعملي اللي انت عايزاه، لانك هتندمي على كل لحظه نظفتي فيها من غير جهاز البخار. من اول استخدام حسسني اني ما كنتش بنظف قبل ما اجيبه. شايفين قوه البخار بتاعته عملت ايه في الازازه؟ امال هتعمل ايه في الدهون؟ البخار اللي بيطلع منه قوي جدا، بينظف اي حاجه، بيسيح الدهون، بيشيل اي بقعه، بيطهر، بيكوي، حرفيا مفيش حاجه ما بيعملهاش. المطبخ اللي مليان دهون، البوتاجاز، عيون البوتاجاز، الحوامل، الدولاب والسيراميك بتوع المطبخ، فرن البوتاجاز، رجعهم جداد في لمح البصر. سيبكم من المطبخ وتعالوا بينا على الحمام. كابينة الشاور اللي كانت بتطلع عيني في التنظيف، والله العظيم البخار خلاها بتبرق في ثواني، بيلمع الازاز والمرايات بطريقه مش معقوله، وكل ده من غير اي منظفات. بنضف بيه الحنفيات، الحوض، فواصل السيراميك، بطهر وبعقم التويليت بيه. الجهاز بينظف وبيعقم وبيطهر وبيقتل الجراثيم بنسبه 100%. مش بس للتنظيف، انا كمان بكوي بيه الهدوم والستاير. شايفين فرد الطرحه ازاي في ثواني؟ بعقم بيه المراتب والمخدات. جهاز البخار ده مختلف عن اي جهاز تاني، لان معاه الايد الطويله دي علشان نمسح بيه الارضيات والحوائط من فوق. عدد القطع اللي جايه معاه كتيره جدا بصراحه، ما شفتهاش في اي جهاز بخار تاني. الجهاز من شركه دي اس بي، مع ضمان لمده سنه من الوكيل الرسمي. مش هتلاقوا الجهاز ده غير عند فيكشن هاوس وير، هتلاقوني عامله له منشن تحت في الكابشن. خدوا بقى النصيحه دي وحطوها حلقه في ودانكم. كل عروسه وست بيت عايزه تسهل على نفسها شغل البيت لازم تشتري جهاز البخار ده. نظافه وتعقيم، اظن مفيش اجمل من كده.